وأخيرا اقتنع أبوي يعطيني السيارة. في البداية كنت ملتزم قواعد المرور، أربط الحزام وما أسرع وما أرد على الاتصالات وأنا أسوق، لأني وعدت أمي أحافظ على الأمانة. بعد فترة الله يسامح ربعي صرت مثلهم، ما أحترم قواعد المرور وأسرع. وفي هاليوم اللي مستحيل أنساه صار لي حادث خشن ودخلت المستشفى، ومثل ما تشوفون من 3 سنين مشلول، ما أقدر أتحرك ولا أوقف على رجلي. وحتى ربعي اللي كانوا معاي 24 ساعة تخلوا عني ولا عاد يزوروني ولا يتصلون فيني حتى. الحين اكتشفت انهم اصدقاء سوء.